ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده هي وصفه الجلاش اللي كانت ترند من سنتين وقلبت الدنيا، وهي مكشكشه تورتينا، واللي عاوزه اقول لكم ان من وقتها لحد النهارده تعتبر من اكتر الفيديوهات الترند عندي على القناه. لذلك قررت افكركم بيها النهارده لانها من اجمل وصفات الجلاش اللي ممكن تعملوها. والنهارده حصريا ولاول مره هتعرفوا كل اسرار وطريقه مكشكشه تورتينا بالتفصيل. هتعرفوا اسرار اسهل واشيك صينيه جلاش هتعتمدوها حرفيا في كل عزوماتكم، بحشوه رهيبه ولون ذهبي ما فيهوش ولا غلطه، وقوام مقرمش من بره وكريمي ودايب من جوه، هتدمنوه من اول مره تدوقوه فيها. ومن النهارده انتوا مش هتشتروا جلاش من بره تاني ابدا، انتوا هتعملوا مكشكشه تورتينا في البيت بالملي، واي حد هياكلها عندكم مستحيل هيصدق انها معموله في البيت. قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي التانيه هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن، ويلا بينا نبدا. طيب هنبدأ بقى في المقادير بتاعتنا، وأول حاجة هنبدأ في مقادير الشربات، وعاوزين كوبايتين من السكر، كوباية من المية، وعصرة من الليمون، معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز وممكن تستبدلوها بعسل أبيض. وفي الحلة بتاعتنا وعلى نار هادية هننزل بالمية والسكر وعسل الجلوكوز، ومش هنقلب غير لما يبدأوا يغلوا مع بعض شوية. واول ما يبداوا يغلوا مع بعض شويه هننزل بعصره الليمون وهنقلب، وهنسيبهم يغلوا مع بعض حوالي 3 دقايق تقريبا لحد ما القوام يتقل شويه. وبعد ال3 دقايق لو في اي رغوه اتكونت على الوش هنشيلها وهنطفي عليه وهنسيبه على جنب لحد ما يبرد تماما. شربات الجلاش بيكون بارد وتقيل. بعد كده هنجهز الجلاش بتاعنا، وعاوزين لفه جلاش اي وزن عادي، دي وزنها 500 جرام تقريبا، وكوبايه الا ربع من السمنه البلدي. وللحشوه بتاعتنا عاوزين 200 جرام من بودره الباستري كريم، و3 كوبايات من اللبن البارد. ولو مش متوفر عندكم باستري كريم اصلا انتوا ممكن تستبدلوه بكاسترد وتعملوه بقوام خفيف كده على النار، مش هتحسوا بفرق كبير بينهم. وانا كنت عملت معاكم الكاسترد قبل كده في فيديو الفطير، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. وفي بوله هننزل باللبن وبودره الباستري كريم وهنضربهم مع بعض لحد ما القوام يتقل. وبس كده الحشوه بتاعتنا خلاص جاهزه. وهنبدا بقى في صينيه الجلاش بتاعتنا، واول حاجه هندهن الصينيه بالسمنه كويس. بعد كده هننزل ب4 طبقات من الجلاش، وعاوزين نعمل حوافي كده للصينية علشان لما ننزل بالحشوة بتاعتنا ما تتحرقش عند الأطراف. بعد كده هننزل بالحشوة بتاعتنا وهنسويها. بعدين هنبدأ في الطبقة المكشكشة اللي بتكون على الوش، وفي أي صينية وبإيدينا كده هنبدأ نكشكش الجلاش ورقة ورقة، وبجد الموضوع سهل جدا وبيطلع شكله خطير. وكل ورقة هنكشكشها هنرصها على طول وهندهنها بالسمنة كويس. وطبعا هنكمل كله بنفس الطريقة دي، أول حاجة بنكشكش وبعدين بنرص على طول وبندهن سمنة. وبصوا بجد الشكل الخطير اللي بيطلع في الآخر، أنا بجد بعتبر دي أشيك وأجمل صينية جلاش ممكن تتعمل. وبس كده صينية المكشكشة الخطيرة بتاعتنا خلاص جاهزة، وهندخلها الفرن. وللتسوية هندخلها الفرن في الرف اللي من تحت على درجة حرارة 200 لمدة 5 دقايق. بعد كده هنطلعها في الرف اللي في النص 10 دقايق، وبعدين هنفتح لها الشواية 5 دقايق وبس كده. وده كده شكل المكشكشة الخطيرة بتاعتنا أول ما طلعت من الفرن، وأول ما تطلع على طول وهي لسه سخنة هنسقيها بالشربات. بعدين هننزل على الوش برشة من الفستق أو أي مكسرات موجودة عندنا.
وفي وصفة المكشكشة الأصلية بيكون عليها رشة كده من اللبن المكثف المحلى، بس طبعا ممكن تستغنوا عنها، هي ملهاش لازمة قوي. وبس كده المكشكشة الرهيبة بتاعتنا خلاص جاهزة وشكلها روعة. واخيرا جينا لاكتر جزء انا بحبه في اي فيديو، وهو ان انا ادوق. وخلونا بقى نقطع واتفرجوا على المنظر الخطير ده. جلاش مقرمش من بره وطري وكريمي من جوه بشكل مش طبيعي، بحشوه رهيبه ولون ذهبي ما فيهوش ولا غلطه. ومن النهارده انتوا مش هتشتروا جلاش من بره تاني ابدا، انتوا هتعملوا مكشكشه تورتينا في البيت بالملي، واي حد هياكلها عندكم مستحيل هيصدق انها معموله في البيت. اتمنى اكون عرفتكم كل اللي انتوا محتاجين تعرفوه، ولو لسه عندكم اسئله ممكن تسالوني في الكومنتات وهرد عليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع اصحابكم، وهستنى رايكم في الكومنتات.